الأهلي ضد حرس الحدود وعماد النحاس يستبعد 8 نجوم من اللقاء. في خطوة فاجأت الجماهير، قرر المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي عماد النحاس استبعاد عدد كبير جدا من اللاعبين الأساسيين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز. والقرار جاء في توقيت حساس بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والتغيرات الإدارية التي طرأت على الجهاز الفني مؤخرا، وما أضفى أجواء من الغموض والقلق داخل صفوف الجماهير. ورغم أن الجهاز الفني لم يفصح بشكل رسمي عن أسباب الاستبعاد الجماعي، فإن مصادر مقربة من الفريق كشفت أن القائمة شهدت غياب 8 نجوم أساسيين دفعة واحدة، من بينهم أسماء كانت تعد من الأعمدة الأساسية للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول نوايا الجهاز الفني ورؤيته الفنية للمباراة. وضمت قائمة المستبعدين رضا سليم الجناح المغربي الذي يمر بفترة تراجع في المستوى، ويحيى عطية الله، وأشرف داري الذي تألق في المباريات الماضية والذي يعاني من إصابة عضلية، إضافة إلى كريم فؤاد وكريم الدبيس. كما تم استبعاد عمر الساعي وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية، وهو ما يشير إلى أن النحاس يسعى لتجربة عناصر جديدة، أو ربما يوجه رسائل انضباطية داخلية لإعادة ترتيب الأوضاع في غرفة الملابس. وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات كبيرة يواجهها النادي الأهلي، سواء على مستوى النتائج أو الغيابات التي تؤثر في التوازن الفني للفريق، ولا سيما مع اقتراب مراحل حسم الدوري الممتاز والاستعداد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا في مراحلها المتقدمة. الجماهير الآن تترقب بشغف شكل التشكيل الأساسي الذي سيدخل به النحاس للقاء، ومدى قدرته على تعويض هذه الغيابات المؤثرة وتحقيق الفوز الذي قد يعيد بعض الهدوء والاستقرار إلى أجواء الفريق الأحمر وداخل غرفة الملابس. طبعا عماد النحاس استبعد 8 نجوم أساسيين من الأعمدة الأساسية للنادي الأهلي، وفي توقيت انطلاق لقاء الأهلي وحرس الحدود وموعد سقوط بيراميدز المنتظر أمام فاركو، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مواجهة هامة وصعبة في بطولة الدوري الممتاز ضد فريق حرس الحدود التي يتم التعامل معه بشكل مختلف. ملعب وموعد لقاء الأهلي وحرس الحدود: تقام مواجهة النادي الأهلي ضد فريق حرس الحدود، وذلك على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وحرس الحدود: تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وحرس الحدود، مصحوبة باستديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل اللقاء. المواجهة الثانية مع عماد النحاس: كان النادي الأهلي قد حقق الفوز في المواجهة الأولى تحت قيادة عماد النحاس أمام فريق بتروجيت، وذلك بعد الفوز بنتيجة 3-2. منافسة شرسة مع بيراميدز. يتفوق فريق بيراميدز بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، ومطالب الفريق الأحمر بتحقيق الانتصارات في جميع المباريات المتبقية، وترقب تعثر الفريق السماوي مباراة وتعادل مباراة أخرى. موعد بيراميدز ضد فاركو شاهد أيضا: يلعب فريق بيراميدز اليوم ضد فريق فاركو في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، ويترقب النادي الأهلي حدوث أي تعثر للفريق الذي يتصدر بفارق 4 نقاط ويسير بشكل قوي في جميع البطولات. طبعا احنا منتظرين بيراميدز يتعثر مباراة وحيدة ويتعادل مباراة من أجل حسم اللقاء للنادي الأهلي في المواجهات المباشرة. طبعا النادي الأهلي بيعمل بكل قوة وكل شراسة من أجل الانتصارات في المباراة الباقية والمتبقية للنادي الأهلي. الأهلي لو فاز كل المباريات والبيراميدز تعثر مباراة وحيدة بس وتعادل مباراة، خلاص الدوري في الجزيرة. طبعا ده حامل اللقب
والأهلي بيعمل بكل قوة من أجل حسم بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، لأن هي دي البطولة الوحيدة اللي متبقية للنادي الأهلي. طبعا أفريقيا راح خلاص، وكأس الأهلي مشتركش فيه، فبالتالي النادي الأهلي بيترقب تعثر بيراميدز في أي مباراة، ونتمنى إن شاء الله إن يكون البيراميدز أمام الزمالك، وفي عندك سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، دول فرق يعني ما شاء الله كويسين جدا جدا، يقدروا إن شاء الله إن هم ممكن يفوزوا أو يتعادلوا مع بيراميدز من أجل حسم اللقاء للنادي الأهلي. عماد النحاس بيجهز خططه الفنية والتكتيكية لمواجهة كل الفرق المتبقية من أجل الفوز في هذه المباريات، وبالتالي الانتظار من تعثر بيراميدز مباراة لكي يتم حسم الدوري المصري الممتاز للنادي الأهلي إن شاء الله. عماد النحاس لو أخذ بطولة الدوري هذا الموسم هيبقى حقق إنجاز رهيب جدا جدا، قد يفوق مارسيل كولر هذا الموسم. هذه المباراة التي تعثر فيها مارسيل كولر في بطولة أفريقيا والدوري الممتاز وتراجع المستوى في المباريات الأخيرة، ولكن عماد النحاس بيعمل بكل قوة وكل حسم من أجل الفوز في المباريات المتبقية، وتعثر بيراميدز مباراة وتعادل مباراة من أجل حسم البطولة الغالية للنادي الأهلي، وهي بطولة الدوري الممتاز. إن شاء الله عماد النحاس يقدر يثبت نجاحه ويثبت وجوده في النادي الأهلي خلال هذا الموسم والمباريات الخمسة المتبقية من أجل حسم بطولة الدوري الممتاز إن شاء الله، ونبقى النادي الأهلي أخذ السنة دي بطولة إن شاء الله وهي الغالية في مصر، وهي الدوري المصري. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن مباريات الأهلي وحرس الحدود وبيراميدز وفاركو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي والدوري المصري الممتاز.